هنعمل النهارده محشي ورق عنب. طبعا بصل وطماطم وخضره، وبصوا بقى جبنه فرخه. لا مسوقين الفرخه، يعني حاطين لها ده برتقان ده ولا ليمون ولا ايه مش عارفه، بيحللوا الفلوس بتاعتها. بكام بقى الفرخه دي؟ 140. ب140. وادي الورق العنب كان عندي في الفريزر، كنت مفرزاه. وطلعته كده من بالليل وسبته عشان يفك مع نفسه. وادي كده الخضرة والطماطم، وعملت البصل اهو. اقول لكم احنا جبنا كيس ملوخية، كيس الملوخية ب15 جنيه، وجبنا كيس الفلفل الاسمر ده ب3 جنيه. بس تحس ان هو مش فلفل اسمر والله، يعني مش. بس اضطريت ان انا اجيبه من الراجل اللي تحت عشان فرح طبعا بنتي مش هتروح السوق وتجيب لي الحاجة اللي انا عايزاها. وكيس الملوخية ب15. يا جماعة اول حاجة طبعا هعملها، راح اغسل الفرخة دي كويس جدا وهحطها على النار عقبال ما انا اعمل المحشي تكون هي استوت. وهنا الشوربة حطيت فيها طماطمايه صغيرة، وهحط فيها بصلاية كبيرة كده حلوة، وورق راولي طبعا وحبهان ومستكة. بس انا ما عنديش بقى ولا حبهان ولا مستكة خالص، لما انزل السوق ان شاء الله هروح اجيب. دلوقتي حطيت ورق راولي، وهنحط الملح والفلفل الاسمر بتاعنا. في ناس بتحب تحط الملح معاها كده وهي بتستوي، في ناس بتستنى لحد الاخر لما تيجي داخله على السوا بقى تروح حاطه الملح، يعني يقولوا عشان تستوي بسرعه. بصراحه انا مش شايفه اي فرق، فانا بحط كله مع بعض. نحط شويه فلفل اسمر، شويه صغيرين خالص مش كتير يعني. بس كده عبال المية بتاعتنا ما تغلى، كنا انا غسلت الفرخة كويس جدا واحطها بقى مع المية عشان تعمل حبة شوربة. دلوقتي بقى بعد ما حطيت الفرخة على النار هنعمل خلطة المحشي. يعني جايبين طماطم عاملينها في الخلاط، وهنحط عليها خضرة المحشي اللي هي طبعا بقدونس وكزبرة وشبت، بعدين البصل. البهارات بقى على حسب ما انتوا عايزين. هنحط الملح، فلفل اسمر، شطة. انا هحط كمية شطة كبيرة كده عشان احنا بنحب المحشي الحامي. وطبعا كمون، بس انا ما عنديش كمون فهقضيها كده اي حاجة. وهتحطي زيت او سمنة، اي حاجة انت عايزاها بالكمية برضو اللي انت حباها. وبكده يا بنات المية بتاعت الفراخ غليت اهي قدامنا. هنحط بقى الفراخ معاها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده نسيبها بقى تستوي وارجع لكم تاني. واخر حاجة طبعا هنعملها ونغسلها كويس قوي هو الرز. بصوا بقى يا جماعة، انا البتاع دوت بتاع الورق العنب العنقود دوت مش برميه، انا بخليه بقى عشان اعمل فيه ايه. احطه كده في قعر الحلة، بدل ما تخرطي بصل بقى وتخرطي طماطم وتحطيهم من تحت، هتحطي كده دوت تحت ايه، تحت المحشي اللي انت هتعمليه. يلا بينا بقى نحشي. ادي الورق العنب اللي انا مفرزاه. طلعته من بالليل وسبته لحد الصبح كده. بصوا بقى الورق العنب جميل ازاي، ما شاء الله ما شاء الله. اول واحده طلعت مقطوعه. بصوا. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم.
بصوا الجمال. ايه رايك يا فتحي؟ تحفة. امال انا بعمله شبه الكولا دي. لا مش عارفه. بصوا احلى لف ده ولا ايه؟ انا بحب انا بحب ارص الورق العنب كده بالطول. هخلصه بقى وارجع لكم تاني. يلا اقفلي بقى. اقفلي تعالي بقى. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، بتعملي ايه يا نوشة؟ بعمل لك محشي ورق عنب. هتخليه حامي؟ هخليه حامي وبطرمان الشطه اللي انتي غطيتيه عليه ده كمان. يا جماعة ماما لما بتحط شطة بحط يا اما قدامها يا اما من وراها شطة تاني، لازم الشطة في الموضوع. عايزة اقول لكم انا لما باجي اعمل المحشي طب ما بتبقى توريهم وانا كورة، بعمله. بتبقى كورة ما بيبقاش صوابع. ايه ده، هتعملنا محشي بس؟ لا طبعا هعمل لك فراخ، حلو. وهعمل لك ملوخيه خضراء، يا ولا يا ولا يا ولا. وهعمل لك بتنجان مخلل. ايه رايك؟ ما تاكلوش معانا بقى النهارده، هاكل انا بس. لا اتفضلوا معانا يا جماعه. لا وانتوا كمان يعني، مش اللي هيتفرجوا، انا اللي بلف يا جماعه. يا شيخ ايوه. اتعلموا يا بناتي الهبل زي فرح كده. طب سري. مش انا فرح الحمد لله. اللي متعرفوش تعملوا حاجه زي فرح كده اتعلموا لف الورق العنب. تعالي اوريهم ازاي. بصوا تحطوا الورق العنب كده على ايديكم، وحبة رز في النص كده اهو. استنوا استنوا استنوا. استنى بصوا بقى انت الصباع عامل ازاي. عمي صبع اكله. عرفتي؟ لا هنعمل الصباع الصغنون ده الفرح عشان تاكله. ايوه. حاطه لي البصله الكبيره ها. امم ماشي مش هنتغذى. بصوا الجمال. شايفينه ولا لا؟ بصوا. انا اللي لفاه. يا شيخ بتاكله وهي نايمه. تحفه. لا ما هو مش دلوقتي يا زكيه. ليه؟ عارفه اعمل احلى من كده. طب ما تيجي وريني حاجه كده. ما انا اللي مخلصه الحله دي كلها. اه هاتيلي بقى قرني فلفل من عندك من التلاجة، وهاتيلي التوم. وادي كده اخر صباع محشي. بصوا. وانا خلصت الحله. السنتوم زي ما هو كده، ما تعملوش فيه اي حاجة. واحد هنا وحتة كده نحط فيها التاني. كده بقى نحط عليه طبق صغير ونحطه على النار. ليه طبعا. بس. وبكده الاكل خلص وادينا هنغرف اهو نتغدى. يلا اتفضلوا معانا. طبعا انا عملت ملوخيه خضراء وحمرت الفراخ وعملت، مع الصراحه ملحقتش ان انا اعمل بتنجان فاجلته بقى الاكله تانية. بس المحشي اهو زي ما انتوا شايفين كده. انا اصلا ما بحطوش في طبق كده كلنا نقعد ناكل مع بعض.
الصراحة عيالي مش بيحبوا يعني كده، بيحب كل واحد يبقى ليه الطبق بتاعه يعني ياكل في طبق لوحده. آه، بس كده هدينا هنغرف بقى وتفضلوا معانا. قولوا لي بقى رأيكم في الكومنتات، وقولوا لي ان انتوا برضو لو بتعملوه بالطريقة بتاعتي ديت او بتعملوه بطريقة مختلفة. وهو ده الغدا بتاعنا النهارده يا جماعة، يا رب يكون عجبكم ويكونوا خدتوا فكرة كده بقى، يعني ما تقعدوش بقى هناكل ايه النهارده وتقعدوا تفكروا ياما. هو ده الاكل بتاعنا النهارده. يلا بكره بقى، عشان ما اعرفش هتشوفوا الفيديو ده امتى الصراحه، قبل الغدا او بعد الغدا. فعموما اللي هيشوفه قبل الغدا وعمال يفكر هياكل ايه، يلا اعملوا محشي وملوخيه كده والف هنا. إيه، يا رب يكون الفيديو عجبكم. متنسوش بقى لايك على الفيديو، كومنت حلو كده منكم، واشوفكم على خير في الفيديو الجديد ان شاء الله. مع الف سلامه.